السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في عفريت البرفانات مع وليد أنور. النهارده يا جماعة كنت ناوي أتكلم عن نوع برفيوم معين، بس بصراحة لغيت الموضوع لأن لقيت موضوع تاني أهم. طبعا الموضوع ده يخص المجال بتاعنا بالأخص وكل المجالات كلها بالعموم. هو إن لقيت فيه فيديوهات بتطلع دلوقتي في المجال بتاعنا بتت... بتت... بتحتوي على ألفاظ ما ينفعش إن احنا نقولها في مجالنا. ليه بقى؟ لأن أنت بتعمل في مجال اللي هو العطور والبرفيومز، ده مجال شياكة ولذيذ كده حلو. فطبعا مجال بيحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال حب إلي من دنياكم ثلاث وذكر منهم الطيب. فلازم نحترم المجال ده أكتر من كده. تاني حاجة، آه، معاك في يعني الناس اللي عاملة الكلام ده في القنوات بتاعتها في آلاف المشاهدين. طبعا دي حاجة حلوة وحاجة مش حلوة. يعني حلوة لو انت بتعمل حاجة هادفة او بتكسب ثواب، اي حاجة بتشجع عليها خير طبعا لك اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، والعكس بالعكس. فطبعا الفاظ بتتقال انا دلوقتي بقى، يعني انت عندك في المشاهدين، عندك عائلات بتقعد، اطفال، ناس محترمة. فما ينفعش، انا اسف اقول اللفظ بس ما ينفعش اقوله، بس انا اسف اقول مضطر اقوله. فيديو بيقول آه عايز تعرف البرفان بتاع راجل النسوانجي وما سكتش، قال لك اللي يجيب نسوان. طب ازاي تقول كده يا حبيبي؟ انا بحبك بس ازاي تقول كده؟ ما ينفعش، ان ده مش مبدأنا ومش مجالنا، ومش ويتعارض مع ديننا وثقافتنا وقيمنا واخلاقنا. ما ينفعش تقول الكلام ده في الفيديو كده الناس كلها تسمعه. انت عايز تجيب كلمه تشد او عنوان يشد او الفاظ تشد، قول واخترع اي حاجه، بس مش بالطريقه دي. حتى هتقول لي اشمعنى انا؟ يعني ما الناس كلها بتعمل كده. اقول لك لا يا حبيبي، الناس كلها تعمل كده، انت تعمل الصح وبس، مالكش دعوه. حتى لو الدنيا كلها ماشيه كده وانت لوحدك ماشي كده، طالما انت صح لازم تمشي صح. يعني عندنا في القرآن كل الآيات بتقرأ إن الرسل اللي تبعهم وقليل من عباد الشكور وقليل من المؤمنين وقليل. الطريق الهداية والطريق الصحيح عدد قليل اللي بيتبعه. مش أنا مش شيخ ومش ملتزم ومش كده، بس لازم أحرص، لأن أنت عندك آلاف. فلو واحد فيهم عمل كده أو اتنين أو 10 أو 1000، أنت خدت ذنبهم كلهم. طب ليه ما نعكسهاش ونخليها حاجة في الخير؟ يعني مثلا تقول دعاء، تقول صلى الله عليه وسلم، تقول أي حاجة مفيدة. بلاش الألفاظ دي. واحد تاني برضو، واحده بتقول له عايزه برفان عشان المصيف، قال لها عايزه الناس كلها تتلم عليكي والسياح يتلموا عليكي. انت قابل على نفسك كده. طب اقول لكم على حاجه، انتوا قابلين ان مثلا انا بحبكم والله، بس دي من باب النصيحه محدش يزعل مني. انا دلوقتي مثلا اختي بتتفرج، زوجتي، اولادي، ينفع اخليهم يسمعوا الكلام ده؟ طبعا ما ينفعش. يا ريت يعني ناخد الموضوع باسلوب احسن من كده، ونخلي بالنا من الفاظنا وعشان ناخد ثواب اكتر. فده كان موضوع النهارده، وانا اسف انا طولت عليكم جدا ومش عارف اقول ايه تاني، بس يعني يا ريت نلتزم شويه باخلاقيات المجتمع وما نسمعش يعني كلام من ده تاني في الفيديوهات بتاعتنا، عشان خاطر نبدا نجيب جمهور سليم، وبرضه يعني تنشئه صحيحه للقناه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شكرا لحضراتكم، والى ان نلتقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.